انا كنت بحب زوجتي جدا جدا، كنت بعشق تراب رجليها بالمعنى الاصح. كنت عايش وبعمل كل حاجة كانت نفسها فيها، عمري ما اتأخرت عنها ابدا. بس هي كانت موظفة. شوية بشوية معاملتها ليا بدأت تبقى جافة جدا. كل تفكيرها في شغلها وازاي ان هي تكبر نفسها بنفسها وان هي تستقل بنفسها، وبقت تأهمل فيا قوي. للعلم ان ما كانش بينا اطفال، لانها كانت رافضة وتقول لحد ما ابني نفسي ومستقبلي الاول. وافقتها وفضلت ماشي معاها وعلى هواها وعلى امل ان هي تتغير وتقول نفسي في حتة عيل ولا عيلة يملى علينا بيتنا. بس للأسف لا، كان كل تفكيرها في مستقبلها وحياتها وبس. فقررت ان انا اتجوز، لان انا زي اي راجل ومحتاج ان انا اعيش مشاعر واعيش حياتي واعيش سنين عمري. فاتجوزت. اول ما عرفت ان انا اتجوزت اتغيرت معايا تماما. بقى طقم حنية نازل عليا من كل ناحية، حب واحترام ودلع واهتمام رهيب عمري ما شفته معاها من اول ما اتجوزت لحد ما اتجوزت عليها. اتغيرت 180 درجة. فضلت على الحال ده 3 شهور، لدرجة ان انا ايام كتير كنت بسيب مراتي الجديدة واروح لها في غير ايامها، لان كنت مقسم الايام ما بينهم. بقيت اروح لها عشان انا بحبها جدا جدا. بس اللي حصل بعد كده هو اللي صدمني. لما اتجوزت الزوجة التانية بقى عندي احساس كبير ان انا محتاجة ارجع لزوجتي الاولى. بس دلوقتي بقيت حاسة ان مفيش عندها اي مشاعر ناحيتي. يعني ايه؟ ادخل من باب الشقة تعمل نفسها مش شايفاني، ده بعد 3 شهور من الاهتمام بيا اللي خالص، اللي ما شفت ازايه من يوم ما اتجوزت. ادخل من باب الشقة تعمل نفسها مش شايفاني، مش زي الاول، تقوم وتحضني وتبوس فيا. على طول ماسكة الفون تتكلم فيه ال24 ساعة وحاطة السماعة في ودانها، تحط لي الاكل وتسيبني وتمشي. ما تاخدش حتى رأيي فيه زي الاول. حتى كانت الاول تقعد مستنياني او رأيي، حتى لو طبخة نفس الاكل يومين ورا بعض تقول لي ايه رأيك فيها، اهي حلوة ولا وحشة، وهكذا. لما اقعد لوحدي دلوقتي، كانت الاول تيجي تجري وتتكلم معايا وتبقى نفسها ان انا اتكلم معاها. دلوقتي بقت تسيبني ولا تعبرني ولا كأني موجود في الشقة اصلا. هقولكوا على موقف. في مرة جبت لها ورد اللي هي بتحبه، وانا راجع لقيتها رمياه في الزبالة تحت العمارة. زعلت منها جدا، ولما سألتها قالت ان هي نسيت تحطه في مية فدبل. انا عارفة ان هي بتكذب، وواجهتها وعايزة تنهي الكلام وخلاص. مش مهم هي غلطانة ولا لا. بقيت اتقصد ما اروحش في ايامها وهي مش فارق معاها. يعني انا بقيت في الايام بتاعتها احاول ان انا ما اروحش عندها عشان اشوف هتهتم بيا ولا لا، هتبعت رسالة ولا لا. لقيتني مش فارق معاها نهائي، ولا حتى بتبعت لي رسالة مش زي الاول نهائي. كانت الاول اليوم اللي ما اروحش فيه او اتاخر لو 10 دقايق عن ميعادي، الاقيها ترن وتجري وتقول انت اتاخرت ليه، فات 10 دقايق عن ميعادك وانت لسه ما جيتش. او تبعت لي رساله انت ازيك وعامل ايه وليه اتاخرت. دلوقتي ما بقاش في اي اهتمام ولا اي احترام ولا اي احتواء ولا اي حنيه. حاسس ان هي عايشه عيشه والسلام، تحط الاكل وتمشي. لا كلام ولا سلام ولا احترام ما بيننا، ولا كأنها موجودة معايا أصلا في الشقة. أنا مش فاهم ايه سبب تغيرها كده، ليه بتعمل كده، ولا حتى عارف بتعبرني. حد يفيدني يا شباب ويا بنات. هل هي ممكن تكون حد تاني لعب بدماغها، ما كنت اشوف راجل تاني غيري، ولا هي بتعمل كده ان انا مش محتاجه لك. انا عايزه افهم دماغها كويس، هو في ايه؟ هي مش محتاجاني فعلا وبتعمل كده عشان اتجوزت عليها، ولا هي فعلا بتحب واحد تاني وماشيه معاه؟ وفي نفس الوقت انا مش عايز اديها الشك اللي في دماغي واقول يمكن تكون بتحب واحد تاني غيري. فانا مش عارف اعمل ايه علشان مظلمهاش، لان هي حب عمري كله بصراحة. ومحدش يقول انت ما تحملتهاش ليه وفضلت معاها. انا تحملتها يا جماعة كام سنة على امل ان هي تتغير، لكن هي كانت دايما بتحبش غير نفسها ومستقبلها وحياتها وبس، ما بتفكرش غير في نفسها وبس. حتى رفضت ان هي تخلف مني، مع اني كنت هموت واشوف حتة عيل لنفسي على الدنيا، لكن كل ده حرمتني منه في سبيل مستقبلها وسعادتها هي وحياتها. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ اكمل معاها ولا اروح اواجهها ولا اخد الفون منها وافتش فيه؟ بس انا خايف اجرح كبريائها. فافيدوني بالله عليكم، اعمل معاها ايه؟ يا ريت يا جماعه ننصحه بالراحه وبالذوق وبالاحترام، ونقول له فعلا
هل هي ممكن تكون بتخونه مع حد تاني غيره، ولا هي لما هو اتجوز عليها وخلاص بدأت تتعب منه ورمى الطوبة بمعنى أصح. ياريت ما تبخلوش عليا يا شباب، لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.